ده يوم في حياة أمي. تعالوا بقى أقول لكم عملت ايه النهارده في يومي. أول حاجة بقى حضرتها هي اللانش بوكس بتاع ليلى. بعد كده أنا بقى عملت لي كوباية نسكافيه كده، كنت عايزة أفوق. بعد كده بقى عملت لي فطار كان عبارة بقى عن البيض، وحطيت عليه بقى جبن من فوق وصوص رومي، وعليه بقى العيش، وعملته بقى زي السندوتش كده عشان يتاكل على طول. بعد كده بقى نزلت ليلى الحضانة. هنا بقى كانت بتقول لكم باي باي يا صحابي. النهارده بقى الغدا كنت عايزة اعمل مكرونة وايت صوص كده بالفراخ. بتبل بقى الفراخ بتوم بودرة وبصل بودرة وملح وفلفل وبابريكا ورشة حباية خفيفة كده، وبعدين بقى بنزلهم البطاطس سخنة بحتة زبدة كده تاخد صدمة عن جنبين، واسيبهم بقى يستووا براحتهم. اشوف بقى الوايت صوص بتاع المكرونة، اديت بقى مكعب زبدة في نفس الطاسة، وبعد كده نزلت عليهم بتوم مفروم، وبدوب بقى معلقتين دقيق في كوباية لبن وانزلهم في نفس الطاسة. شوية بقى من مية سلق المكرونة، وبعد كده بنزل عليهم بالمكرونة وبس، وقطعت عليهم بقى الفراخ من فوق بس كده. ناكلها بألف هنا. اديت بقى الحمد لله. بعد كده غسلت المواعين ودخلت ليلى بقى تاخد شاور بتاعتنا، الفقرة المفضلة لينا. بعد كده اديتها الفيتامين بتاعها وقعدنا نلعب شوية. انا بقى كنت اكتشفت ان خلاص بقى الكفر بتاع الركنة عايز يتغسل، ففكيته بقى كله وحطيته في الغسالة. الفترة اللي جاية ان شاء الله بقى هفكر ان انا اجيب حاجة احطها على الركنة، علشان خاطر الركنة بتوصل لحالة بشعة. المهم بقى ان الغسالة خلاص خلصت، وانا بقى نشرت الكفرات بتاعة الركنة علشان مش عارفة بقى مين اللي هيركنهم بصراحة. خلصت بقى كنت جعانة جدا، فقلت بقى اعمل لي اندومي بس بالطريقة القديمة اللي هي التقليدية العادية، اللي انا هحط عليها المية السخنة اكلها بقى. بعد كده خلصت بقى وقطعت لي شوية فاكهة واخدت الماي تايم بتاعي. بس كده يومي خلص. تصبحوا على خير.